حتى انت يا ديانج ماذا يحدث في النادي الاهلي؟ قالوا ديانج يرفض تمديد عقده في النادي الاهلي اللي هو بينتهي بنهايه الموسم اللي احنا داخلين عليه ده. الاهلي عرض على ديانج 800 الف دولار. مش مقامك يا صاحبي، والله ما مقامك. قالوا ديانج ابلغ مسؤولين الاهلي ان هو عنده عرض من الاخلود السعودي بقيمه 150 مليون في السنه. يعني ازاي ياخد 150 في السنه هناك والاهلي عرض عليه 800 اللي هو ما يجيبوش 50 مليون؟ ده كلام احنا نهزر. الاهلي عرض على ديانج 800 الف دولار. فديانج قال لهم ايه بقى؟ قال لهم انتوا عايزين تدوني 800 الف دولار يعني 40 مليون مصري زي ابو ميزو؟ لا لا طبعا. وبصراحه عندك حق يا صاحبي، مش مقامك والله يا اخويا. ايه يا عم، ايه يا سيدي، ايه الجمال والحلاوه اللي انت عاملها معاهم دي؟ انت ما رحتش ليه من بدري؟ اما احنا كنا هبل هباله يا جدع. احنا ايه ليه ما سيبناكش من بدري؟ عايز حد يطلع يكدبني؟ الايام بينا يا باشا، هنشوف يا باشا الاهلي هيعرض كام وهيوصل لكام وديانج هيروح فين. عموما احنا ملناش دعوه بسوتلي في موهي